مريم في اوضه الاطفال ماسكه ابنها سيف وحاسه انه سخن قوي وقلقانه جدا. يا نهار ابيض، سيف سخن جدا، اعمل ايه؟ اروح المستشفى فورا ولا استنى؟ طيب لو في حاجه خطيره وانا مش واخده بالي. مريم اتصلت بصاحبتها وهي متوتره. صاحبتها طمنتها وقالت لها مش كل سخونيه خطر، لازم تعرفي امتى تكون حاجه بسيطه وامتى تستدعي المستشفى. لو حرارته اقل من 38 درجه غالبا مش خطر، بس تابعي الطفل كويس. اما لو الحراره فوق ال 38 حاولي تقلليها بالكمادات واللبس الخفيف. طيب لو الحراره استمرت اكتر من 48 ساعه او في اعراض غريبه زي تشنجات او كسل شديد يبقى لازم تروحي للدكتور فورا. وطبعا ممنوع تلفيه ببطانيات تقيله او تحميه بميه بارده. مريم هديت شويه وبدات تنفذ الخطوات، حطت الكمادات على ابنها واديته سوائل وبدات تتابع حرارته بهدوء. في اليوم التاني سيف بقى احسن ومريم بقت مبسوطه وهي شايلاه. الحمد لله، لو كنت اتسرعت ورحت المستشفى من غير ما افهم كنت هتوتر اكتر على ابني، لكن دلوقتي عرفت امتى اقلق وامتى اتصرف بهدوء. لو انتي ام جديده ودايما قلقانه على ابنك تابعينا عشان نساعدك بافضل النصايح وتتصرفي صح في كل موقف.